السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الوحدة رقم 3، الدرس الأول مسلمات التباين، أو أول درس في الهندسة في تانية إعدادي. بص، الهندسة قائمة على فكرة المحاولة والتفكير بالعقل وبالمنطق. يعني الهندسة مش قانون هتحل عليه المسألة وتخلص، لأ، الهندسة دايما عايز تفكير، عشان كده بتكون هي دايما الفرع الأصعب عند الطلاب. الدرس الأول عندنا هنا بيتكلم عن حاجة اسمها مسلمات التباين. طيب، أول حاجة لازم تعرف يعني إيه كلمة تباين. كلمة تباين في العربي معناها الاختلاف، يعني طرف جنب أكبر من جنب، عبارة عن طرفين، طرف أكبر من طرف، ده معنى كلمة التباين. طب في الهندسة أول حاجة عندنا إيه؟ حاجة اسمها مسلمات التباين. يعني مثلا لو أنا مثلا عندي A و B و C 3 أعداد، عندي A و B و C 3 أعداد. طيب، جيت قلت لك مثلا، لو أنا جيت قلت مثلا عندي A أكبر من B، أنا جيت قلت لك A أكبر من B، إذن لو أنا ضفت ال A و B، لو ضفت ال A و B أي عدد تاني وليكن مثلا K، هيبقى A زائد K برضه هيكون أكبر من B زائد K. يعني أنا لما ضفت ال K لل A وال B برضه فضل الجنب الطرف بتاع A هو الكبير. طيب، دي أول حاجة. طب نفس الكلام في الطرح، مش بيتغير، نفس الكلام لو أنا عندي A أكبر من B. طيب، وقلت إن أنا هطرح من كل واحد فيهم C، هطرح منهم عدد تالت اسمه C، هيفضل برضو الجنب بتاع A، الطرف بتاع A هو الكبير، يعني هيبقى A ناقص C أكبر من B ناقص C. يبقى أنا إذن التباين مش بيتغير في حالة الجمع والطرح. طب الضرب نفس الكلام بالظبط، لو أنا عندي A أكبر من B، فأنا لو ضربت ال A وال B في رقم ثابت وليكن مثلا C، برضو مش هيتغير التباين، هيفضل الجنب بتاع B بتاع A هو الأكبر. يعني لو قلت كده AC هيكون أكبر من BD، طبعا هنا في A لو ضربتها في C هيكون برضو أكبر من B في D. طيب، الانتقال إيه بقى الانتقال ده؟ لو أنا مثلا قلت لك A، مثلا A أصغر من B، A أصغر من B، طيب و B أصغر من C، ركز كده، A أصغر من B و B أصغر من C. طب تعالى كده حط كده، يعني هنا القلم هنا كده على B وقلم على B هنا وB هنا، إيه ده؟ يبقى أنا كده عندي A أصغر من C، يعني بص كده أهو، A أصغر من C، يعني كأني لغيت البي كده أهو. حاول تقرا كده هتلاقي A أصغر من C. يعني لو أنا عندي A أصغر من B والبي أصغر من C، يبقى بالمنطق كده ال A برضو هتكون أصغر من C. بس بكل بساطة ال A أصغر من البي والبي أصغر من C، يبقى أكيد ال A أصغر من C على طول. طيب، المجموع، لو أنا مثلا عندي A بتساوي B زائد C، أنا عندي معادلة هنا بتقول لي إن ال A بتساوي B زائد C، إذا ال A اللي هو المجموع هيكون أكبر من الأجزاء الداخلية، يعني هيكون أكبر من B أو C. يعني هيقول له كده إذا A هتكون أكبر من B وفي نفس الوقت A أكبر من C، كل واحد لوحده. طيب، آخر حاجة المقارنة. لو أنا مثلا عندي متباينتين، مثلا A أكبر من B، وعندي متباينة تانية B أكبر من C، حلو كده، عندي المتباينتين دول A أكبر من B وB أكبر من C. خلاص، لو أنا عملت جمع للطرفين مع بعض، يعني الطرف الشمال مع الشمال واليمين مع اليمين، يعني كأني بقول A زائد B هيكون أكبر من الطرف التاني B زائد C. دي كلها اسمها مسلمات التباين. يجي واحد يقول لي طب ايه علاقة ده بالهندسة؟ عايز اقول لك ان دي اساس في الدرس اللي انت هتشتغل فيه دلوقتي، فلازم نقول لك عليها. التطبيق العملي عليها بقى في المسائل الجاية دلوقتي. اول حاجة الزاوية الخارجة.
انت درست في اولى اعدادي الزاوية الخارجة بتقول ايه؟ قياس الزاوية الخارجة بيساوي مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة ما عدا المجاورة لها. طيب تعالى كده نرسم رسم سريع كده. مثلا ده مثلث اهو، مثلث، وهنمد دي شوية كده. تمام، تعالى كده نسميه مثلا A B C D. طيب من الرسم هنا زاوية ACD خارجة، زاوية ACD خارجة اللي هي الزاوية دي خارجة عن المثلث. طيب بالتالي بتساوي ايه؟ تساوي قياس زاوية A زائد قياس زاوية B. طيب قياس زاوية ACD بتساوي قياس زاوية A زائد قياس زاوية B. حلو. طيب هو بيقول لك ايه بقى في التباين هنا؟ بيقول لك ان الزاوية الخارجة، قياس الزاوية الخارجة بيكون دايما اكبر من كل زوايا المثلث ما عدا المجاورة لها. يعني تطبيق بسيط جدا. اذا هقول له كده، اذا قياس زاوية ACD ممكن يكون اكبر من قياس زاوية A لوحدها، وممكن يكون اكبر من قياس زاوية B. طيب الكلام ده تطبيق على على اي قاعده منهم؟ القاعده رقم 5. الزاويه الخارجه بتساوي، احنا خدنا كده الزاويه الخارجه بتساوي قياس زاويه A زائد قياس زاويه B. اذا الزاويه الخارجه اللي هي ACD بتكون اكبر من قياس زاويه A او اكبر من قياس زاويه B. ده اول تطبيق. طيب تعال ناخد مثال عليه كتطبيق عليه ونشوف. مثلا جه قال لك هنا مثال واحد، هنا في الشكل المقابل، تمام، CB يساوي CD، وقياس زاوية ADB تساوي قياس زاوية ABD. المطلوب اثبت أن قياس زاوية ADC يعني دي كلها كده أصغر من قياس زاوية ABC. بص بقى، مسائل الهندسة أنا عايزك تقراها كذا مرة، وبعد كده تبدأ تشوف المطلوب إيه وتقدر تعمل إيه. طب تعال نقراها تاني. أنا هنا هعتبر نفسي إن أنا مش عارفها معاكم خالص أهو. هو في الشكل المقابل هنا مديني بي سي يساوي دي سي، ضلعين متساويين، ومديني قياس زاوية ADB، يعني الزاوية دي كده أهي، تمام، ADB أصغر من قياس زاوية ABD. حلو، يبقى مين كده الكبيرة؟ يبقى الزاوية دي كده الكبيرة. طيب ومديني إيه تاني بقى؟ هو هنا اثبت أن قياس زاوية ADC، يعني عايز الزاوية دي كلها كده، تمام، يثبت ان هي اكبر من زاوية ABC كده، يعني عايز يثبت ان الجنب ده كله اكبر من الجنب ده كله. سهلة جدا. طيب تعال نشوف، انا هعتبر نفسي مش عارفها، تعال نشوف انا ممكن نعمل ايه مع بعض فيها. انا هنا عندي ايه؟ بص كده، عندي ضلعين متساويين في مثلث. طب لو انت كنت شاطر في الترم الاول هتخدت درس اسمه مثلث متساوي الساقين. لو انا عندي ضلعين متساويين في مثلث يبقى ده اسمه مثلث متساوي الساقين. طب هو دلوقتي مثلث متساوي الساقين، اذا زوايا القاعدة متساوية، يبقى اذا زاوية اللي تحت الصغيرة دي كده هتساوي الزاوية اللي تحت دي كده، زاويتين متساويتين. طب حلو قوي. طب احنا مش من فوق هو مديني معطيات بتقول لي ايه؟ ان زاوية ABD اصغر من زاوية اكبر من زاوية ABD من قياس زاوية ADB. تاني هو مديني معطيات بتقول اهي قياس زاوية ABD أكبر من زاوية ADB. حلو، يعني الزاوية دي أكبر من دي. طب في نفس الوقت الاتنين دول بيساوي بعض. طب تخيل عندي كده إن أنا لو حطيت دول كلهم على بعض ودول على بعض هيبقى مين الكبير؟ باستخدام مسلمات التباين، دي الكبيرة ودي دي الزاوية اليمين أكبر من الشمال، الزاوية اليمين أكبر من الشمال. يبقى أنا لو ضفت لها جزء من جزئين متساويين هنا هيبقى برضو الجزء اليمين كله اكبر من الجزء الشمال كله، تبقى خلصت المسألة. تعالى بقى نكتبها. بص هنكتب ايه؟
هقول اول حاجه المثلث دي بي سي فيه، هقول كده اول حاجه بقى بما ان سي بي يساوي سي دي، بما ان سي بي يساوي سي دي، اقول له كده اذا المثلث دي سي بي، المثلث ده كده اهو متساوي الساقين، مثلث الساقين. طب هو متساوي الساقين يبقى ايه الناتج على طول من الترم الاول؟ اذا قياس زاويه سي بي دي، الزاويه اللي تحت دي كده اهي، تساوي قياس زاويه سي دي بي. اقول له كده اذا قياس زاويه سي بي دي تساوي قياس زاويه سي دي بي. تاني اهو سي بي دي تساوي قياس زاويه سي دي بي. طب حلو قوي. طب تعالى ما نعمل عند دي كده واحد، هقول لك ليه دلوقتي. طب نطلع فوق بقى، فوق هنا هو اداني ايه هنا؟ هقول له كده المثلث A D B. طيب فيه هو اداني ايه؟ مش هو اداني فوق متباينه، قال لي ان زاويه قياس زاويه A B D اكبر من زاويه A D B. هقول له كده بما ان قياس زاويه A B D اكبر من قياس زاويه A D B. حلو. بما ان كده هو اللي قال عليها، ممكن اكتب عندها كده معطى، يعني حاجه من المعطيات، واكتب عندها كده 2. خلاص حلو قوي. طب بص الحركه دي كده، طب ما انا ممكن اعمل حاجه، ممكن احط الزاويتين دول على بعض. طب مين الزاويتين دول على بعض؟ اللي هي زاويه سي بي دي حط عليها A B D اهو، سي بي دي A B D. طب خلاص، ما ممكن اقول له كده بجمع 1 و2. يعني ايه؟ حط الزاويه دي على الزاويه دي ودي على دي. طب تعالى كده نحطهم على الرسم. بص سي بي دي اهي، احنا دي كده سي بي دي. طب والتانية اي بي دي اهي، لو حطيناهم على بعض هيعمل لي زاوية بي كلها، وبالمثل الجنب التاني هيعمل لي زاوية دي كلها. خلاص هقول له كده اذا على طول كده قياس زاوية A B C اللي هو عايزها كلها هيكون أكبر من قياس زاوية A D C. بس كده، وهو المطلوب إثباته. تاني كده عشان الأمور تبقى سهلة عليك، أنا ثبت هقولك الفكرة تاني ولازم تكتبها أنت بإيدك. أنا قلت لك هنا إن أنا عندي في المثلث متساوي الساقين زاويتين متساويتين، وفوق هو قال لي زاوية أكبر من زاوية، بالتالي أنا لو حطيت الجزئين على بعض هيبقى الجزء الكبير برضه هو الكبير في النهاية، يعني تبقى زاوية بي كلها أكبر من زاوية دي. حاول فيها كده وحاول تكتب الحل تاني بإيدك. طيب مثال تاني، جه قال لي في الشكل المقابل AB بيساوي 8، BC بيساوي 6، AC بيساوي 10، اثبت أن ACD مثلث منفرج الزاوية. طيب تاني هو بالراحة كده، بص هو قال لي AC ب10، BC ب6، AB ب8 سنتي، اثبت ان المثلث ACD مثلث منفرج الزاوية. طيب بص، عشان تثبت ان هو مثلث منفرج الزاوية كل اللي عليك اثبت لي ان هو جواه زاوية منفرجة. تاني كده اهو، اثبت لي ان هو جواه زاوية منفرجة. طب هديك مساعدة صغيرة، الزاوية المنفرجة هي زاوية اكبر من 90 درجة. خد بالك من الكلمة دي كويس قوي، الزاوية المنفرجة هي زاوية اكبر من 90 درجة. طيب بص بقى هنعمل ايه؟ انا هبص كده، ايه ده؟ انا هعتبر نفسي مش عارف الحل. هبص كده ابدا منين يودي على فين؟ ايه ده؟ هو مديني 3 ارقام هنا. الشكل اللي انا كنت بشوفه قبل كده في الترم الاول، كنت بشوفه كده حاجه اسمها عكس نظريه فيثاغورس. طب انا عايز اعرف نوع المثلث ده كده، نوع المثلث ABC. خلاص هنكتب كده اهو، انا هكتب كده
المثلث ABC. طيب هقول كده بما ان AB انا عايز اعرف نوعه. كنا بنجيب نوعه ازاي؟ كنت بجيب نوع المثلث ازاي؟ كنت بضرب كل ضلع في نفسه. AB أس 2 بيساوي 8 في 8 بكام؟ ب64. ماشي. طب نكمل. AC أس 2 بكام؟ 10 في 10 ب100. طب آخر حاجة BC أس 2 بكام؟ 6 في 6 ب36. ايه ده بقى؟ خد بالك بقى، لو انت كنت متأسس كويس في الترم الأول هتعرف بسهولة خالص كده. ايه ده؟ ده هنا 36 64 و36 لو جمعناهم هيطلع 100. ايه ده؟ هقول له كده إذن A B أس 2 زائد اللي هو A B أس 2 ده زائد B C أس 2 بيساوي A C أس 2. طب الحالة دي كانت بتاعت مين؟ بتاع المثلث القائم بس. طب ده معناه ايه؟ إذن على طول كده إذن قياس زاوية الحرف المكرر هنا B بتساوي 90 درجة. قياس زاوية B بتساوي 90 درجة. B دي بكام؟ ب90 درجة. حلو قوي، يبقى أنا كده ثبت إن B ب90. حلو. تعالى بقى نكمل. هو أنا مش عندي اللي منكم مركز كده زاوية ACD زاوية خارجة؟ يبقى أنا هقول له كده بما أن زاوية ACD خارجة عن المثلث. أنهي مثلث؟ ABC. طيب زاوية ACD خارجة عن المثلث ABC. طب الزاوية الخارجة مش بتساوي مش احنا قلنا من شوية إن هي بتكون أكبر من أي زاوية جوه المثلث ما عدا المجاورة لها؟ يعني أنا هستبعد دي كده، مش عايزها أهي، هستبعد الزاوية دي كده خلاص. إذا زاوية ACD اللي هي دي كده أكبر من مين؟ أكبر من أي زاوية جوه هنا، يبقى أكبر من 90. إذا ACD أكبر من 90. إيه ده؟ أكبر من 90 تبقى زاوية إيه؟ زاوية منفرجة. لأن أنا قلت لك في الأول طول ما أنت عندك زاوية أكبر من 90 يبقى زاوية منفرجة على طول. خلاص هقول له كده إذا هنا كده أهو. إذا على طول كده قياس زاوية ACD أكبر من قياس زاوية B أكبر من 90 درجة بس. طب هي أكبر من 90 درجة، إذا المثلث ACD مثلث منفرج الزاوية. القاعدة اللي بعد كده بتقولي بقى متممات ومكملات الزاوية الصغرى دايما بتكون أكبر من متممات ومكملات الزاوية الكبرى. طيب خدت في أولى إعدادي في الترم الأول حاجة اسمها الزاويتين المتتمتين. دول زاويتين بيكون مجموعهم 90 درجة. وخدت كمان حاجة اسمها الزاويتين المتكاملتين، زاويتين بيكون مجموعهم 180 درجة. طيب كويس قوي. هو قال لك ايه بقى؟ قال لك لو انا عندي زاويتين واحدة اكبر من التانية يبقى الزاوية الصغيرة دي، خد بالك بقى، المتممات والمكملات بتاعت الزاوية الصغيرة اكبر من المتممات والمكملات بتاعت الزاوية الكبيرة. تعال نخش على مثال عملي وننجز. هنا في المثال ده في الشكل المقابل قياس زاوية 1 أصغر من قياس زاوية 2. قياس زاوية 1 أهي أصغر من قياس زاوية 2. اثبت أن قياس زاوية ACF الزاوية اللي فوق دي كده تمام أكبر من قياس زاوية ABE. سهلة جدا، سهلة جدا جدا جدا. طب حلو قوي. بص، لازم تعرف إن الزاوية دي كده زاوية مستقيمة، وهنا برضه زاوية مستقيمة. طب الشكل ده كان شكل ايه؟ لو انت كنت شاطر في اولى اعدادي هتعرف ان الشكل ده اسمه زاويتين متكاملتين، والشكل ده زاويتين متكاملتين. طيب تعال نشتغل على ده الاول. الزاويتين المتكاملتين هنا الزاوية دي كده كلها اللي هي زاوية 2 دي، ودول مع بعض كده زاويتين مع بعض متكاملتين. طب الجنب ده زاوية 1 اهي، ودي كده كلها زاويتين متكاملتين برضو. طب حلو قوي. طب مش احنا قلنا من شوية ان الزاوية الصغيرة المكملات بتاعتها اكبر من مكملات الزاوية الكبيرة؟
قلناها من شوية. طب تعالى بقى نترجم الكلام ده. بص بالراحة كده اهو، هقول كده: بما أن قياس زاوية 1 أصغر من قياس زاوية 2. بما أن قياس زاوية 1 أصغر من قياس زاوية 2، إذا شوف بقى نكتبها كده، إذا مكملة زاوية 1 أكبر من مكملة زاوية 2. قياس زاوية 1 أصغر من قياس زاوية 2، إذا مكملة 1 أكبر من مكملة 2. طب مين مكملة 1؟ مكملة 1 مين؟ هنا 1 أهي، مكملتها مين؟ جي سي اي. أقول له كده: إذا قياس زاوية جي سي اي أكبر من قياس زاوية اي بي دي. اي بي دي، جي سي اي أكبر من اي بي دي. حلو قوي. طيب هو هنا في حاجة، هو قال لي هنا إن أنا عندي قياس زاوية، أو مش قياس زاوية، قال لي إن اف سي ينصف زاوية جي سي اي. طب خلاص، هقول بما أن اف سي ينصف، المفروض كان يتكتب هنا بما أن اف سي ينصف زاوية جي سي اف. طب يعني ايه ينصف؟ عشان اللي مش فاهم، يعني قسمها جزئين. يعني لو كانت دي مثلا 120 تبقى دي 60 و 60، لو دي كلها 100 يبقى الجزء ده 50 وده 50. طيب بما ان اف سي ينصف زاوية جي سي اي. جي سي اي. طيب وفي نفس الوقت بما ان برضو تاني الجنب التاني اي بي برضو نفس الغلطة وقعت فيها هنا. اي بي ينصف زاوية مين بقى؟ A B D. طب حلو قوي، خد بالك من دي بقى. اف سي ينصف الزاوية دي، يعني باسمها جزئين، واي بي ينصف الزاوية دي كده. طب ما هو بالمنطق كده، إذا كانت زاوية جي سي اي كلها أكبر من زاوية اي بي دي كلها، يعني الجنب ده كله أكبر من الجنب ده كله، إذا الجزء هنا هيكون أكبر من الجزء هنا. يعني إذا الجزء ده كده هيكون أكبر من الجزء ده كده. خلاص هقول له كده: إذا قياس زاوية اف سي اي أكبر من قياس زاوية اي بي اي، بس وهو المطلوب إثباته. يبقى القصة كلها إن أنا هثبت إن الكل أكبر من الكل، الزاوية الكبيرة دي كلها أكبر من الزاوية الكبيرة دي كلها. طيب هو هنا قاسم جزئين أهو. طب بما إن الكل الكبير أكبر من الكبير، إذا الأجزاء الصغيرة برضه يكون الجزء الصغير أكبر من الجزء الصغير. خدت في أولى إعدادي برضه قاعدة جميلة قوي اسمها متباينة المثلث. بتقول إيه بقى؟ مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث في أي مثلث في الدنيا، مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث. طيب تعال نطبق في الشكل المقابل. قال لك اكس ال يساوي زد ال. اثبت ان زد ال اكبر من اكس واي. اثبت ان زد ال اكبر من اكس واي. ايه ده؟ اثبتها لك ازاي دي؟ هقول لك ازاي، سهله جدا. اخر سؤال سهل جدا بس شكله يخوف. يعني هو بيقول لك هنا في الشكل المقابل: اذا كان اكس ال يساوي زد ال، اثبت ان زد واي اكبر من اكس واي. طيب سهله جدا. بص هنعمل ايه. انا هشتغل على المثلث ده، يبقى اقول له كده المثلث اكس ال واي باستخدام متباينة المثلث اكس ال واي اهو، باستخدام متباينة المثلث. مش اكس واي ده هيكون اصغر من اكس ال زائد ال واي. اكس ال زائد ال واي متباينة مثلث. طيب حلو قوي. اقول بما ان، طب بما ان تاني ان هو قال لي ان اكس ال بيساوي زد ال، مش اكس ال ده بيساوي زد ال، بيساوي زد ال. حلو قوي. طب استفيد من الكلام ده. طب مش انا اقدر اشيل اكس ال ده
اكس ال اللي هنا واحط مكانه زد ال، لان هما قيمتهم بيساوي بعض، فاقدر اشيل اكس ال ده واحط مكانه زد ال دي كده. خلاص اقول له اذا اكس واي اصغر من زد ال زائد ال واي. من المتباينه دي كده اهي هشيل الاكس ال واحط مكانها زد ال، هيبقى اكس واي اقل من زد واي زائد ال واي. طب بص كده زد واي اهو وال واي اهو، لو حطيناهم جنب بعض كده ووصلناهم يبقى مين؟ يبقى زد واي. هقول له خلاص كده اذا اكس واي اقل من، بدل ما اقول له بقى الجمع ده خلاص هحط القيمه الكليه بتاعته اللي هي زد واي، وتبقى خلصت المساله على كده.